السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة مهم جدا لكل عروسة بتجهز. هقولك اهم رفايع المطبخ اللي هتحتاجي تجيبيها، وايه الحاجات اللي ملهاش لازمة وحرام ندفع فيها فلوس. جهزي بقى ورقة وقلم عشان تكتبي كل الحاجات اللي ناقصاكي. اول حاجة معانا هي المقصات دي طبعا لا غنى عنها في اي مطبخ. لازم يكون عندك على الاقل 3 مقصات، واحد للسمك وواحد للعيش وواحد لأي استعمالات تانية. المقورة طبعا مش بنستغنى عنها. في البيضة ديت اللي هي الكبيرة شوية، دي بتاعة البطاطس، بنعمل بيها البطاطس الصغيرة. مش بتاعة المحشي خالص. الاتنين التانيين اللي هي الاصفر والخشب، الاتنين دول بتوع المحشي. وفي كمان التالتة اللي معاهم دي برضو بتاعة المحشي، بس انا ما حبيتهاش بصراحة. اللي هي ديت انا حبيت الاتنين التانيين اكتر وعمليين اكتر. فانتوا برضو يبقى قدامكم كل الاختيارات، بس الاساسي معانا اللي هم الاتنين الخشب والاصفر والبيضة، دول اساسيين. التالتة ديت لو حابين تجيبوها تمام، مش حابين مفيش مشكلة. المسن بتاع السكاكين برضو من الحاجات المهمة، عشان لما السكاكين تبرد شوية نعملها بيه. وفي كمان المسن التاني ده برضو للسكاكين والمقصات، الاتنين برضو حلوين وبستعملهم وعمليين. المدق الخشب حلو جدا جدا وخامته حلوة. بنستعمله طبعا لما بنيجي ندق البفتيك او عايزين ترفعوا اي قطع فراخ او لحمة. حلو جدا في الاستعمال. المصافي بصوا انا عندي كذا شكل هوريكم، وكل حاجة ليها استعمال. الشكل ده الاولاني اللي هي الموف الاخضر، دي الفتحات بتاعتها رفيعة جدا. لما اكون عايزة اصفي حاجة وبيكون فيها حاجات رفيعة بستعملها. وكمان التلاتة الستانلس دول حلوين جدا، بستعملهم لو بصفي الشاي مثلا او اي اعشاب، مهمين جدا برضو حلوين. وفي كمان دول بس دول انا مخصصاهم للاكل، بس لو عايزة اصفي شوربة او اي حاجة ليها علاقة بالطبخ بستعمل بيهم، ملهمش علاقة باي حاجة تانية. الهراسة بتاعة البطاطس برضو مهمة جدا جدا، وبفضل الستانلس، مش بفضل السيليكون او البلاستيك. الستانلس حلوة جدا. ودول كمان حلوين قوي، بستعملهم بعاير بيهم اي حاجة. وكمان حاطه منهم واحدة في الرز، بطلع منها بتبقى سهلة جدا. المعالق المعيارية طبعا مش بستغنى عنها في اي وصفة بعملها، بجد حلوين جدا جدا، واكيد انتوا شفتوني بستعملهم كتير في الفيديوهات، فحلوين جدا. هاتوهم وبتظبط معاكم معيار اي حاجة. في كمان القطاعة دي بتاعة المخلل، بس انا كمان بستعملها، بقطع بيها البطاطس والخيار والجزر، اي حاجة بتخلي اشكالهم حلوة جدا. معلقة الايس كريم برضو من الحاجات الحلوة، بس عايزة اقول لكم هاتوا نوع كويس. كنت جايبة نوع قبل دي وما كانتش حلوة، باظت مني على طول، ودي لسه جايباها جديد. فهاتوا نوع يكون الاستانلس بتاعه نضيف وحلو. المقشرة بتاعت البطاطس مش بستغنى عنها. انا من الناس اللي مش بحب اقشر البطاطس بالسكينة خالص، ففعلا مش بستغنى عن المقشرة، بس انا بحب النوع ده جدا. التانية ديت الرفيعة مش بحبها، بحسها مش عملية قوي ومش سهلة في الاستعمال غير التانية. فلو هتختاروا ما بين الاتنين اختاروا اللي ايدها خشب. المصفى برضو الصغيرة دي هي شكلها ديكوري اكتر، بستعملها برضو ساعات بصفي بيها الشاي بلبن، لكن مش بستعملها دايما يعني. مضرب النسكافيه من الحاجات اللي مش عملية خالص، بيستهلك بطارية بسرعة جدا جدا، ممكن البطارية ما تكملش معاكم الاسبوع، فبالنسبة لي مش عملي، وكمان مش بيطلع الفوم حلو قوي بتاع النسكافيه. الاحسن هاتوا اللي بالكهرباء. المردنة طبعا ما فيش غنى عنها لكل الناس اللي بتحب تعمل معجنات. النوع ده خامته حلوة جدا، هي سيليكون وايديها خشب. المخرطة بتاعت الملوخية النوع الاستانلس حلو جدا جدا، فمهم ان انتوا تجيبوا الحاجة خامتها نظيفة علشان تعيش معاكم. عصارة الليمون برضو من الحاجات المهمة، في منها استانلس وفي منها بلاستيك، برضو الاستانلس احسن كتير من البلاستيك. الماسك الاستانلس بتاع الجاتو مهم برضو جدا، بستعمله سواء في الجاتو او في اي استعمالات تانية، حلو جدا. في كمان السيليكون، ده بستعمله في الاكل. السيليكون خامته حلوة جدا ومش بيسيح في النار. ما تجيبوش البلاستيك لانه بيسيح بسرعة على النار وهيبوظ معاكم. الولاعة برضو مهمة في اي طوارئ، لو فصلتوا الاشعال الذاتي بتاع البوتاجاز فهي مهمة في الاوقات ديت. كمان الفتاحة بتاعت العلب حلوة جدا لو العلبة مش سهلة الفتح، ودي طبعا الفتاحة بتاعت البيبسي، بس طبعا ما بقاش ليها لازمة دلوقتي. الجلافز السيليكون حلو جدا جدا،
وعملي طبعا وبيحمي ايدينا واحنا بنستعمل الفرن. الغلطة اللي انا عملتها ان انا جبت واحد بس، فهاتوا 2 علشان تحمي ايديكوا كويس من الفرن. بصوا كمان انا لبستهولكوا علشان تشوفوا بيغطي مساحة قد ايه من الايد، فبجد بيحمي الايد جدا جدا، وان شاء الله انا هجيب واحد تاني. دي كمان من الحاجات الحلوة، بتتحط على اي طاسة بتقلوا فيها، بتمنع ان الطاسة دي تطرطش الزيت بره، فحلوة جدا وعملية. الماسك السيليكون من الحاجات المهمة جدا، لو الحلل الايد بتاعتها مش بلاستيك حلو جدا في الاستعمال، وهاتوا السيليكون بلاش البلاستيك علشان البلاستيك بيسيح من الحرارة. رول المفارش دي من الحاجات العملية جدا جدا، وقت الاكل بعد ما تخلصوا الاكل بتلموا فيه كل حاجة وبترموه، فحلوة جدا. هاتوا منها على الاقل في الاول 2 كده، ولما يخلص بعد كده هاتوا غيرها. عيدان الشيش ليها استعمالات كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، فمهم على الاقل هاتوا منها كيس. اكياس التلاجة مش بستغنى عنها، على طول لازم يكون عندي، لو بفرز اي حاجة بستعملها طبعا، مهمة جدا ورخيصة جدا جدا، الربع تقريبا ب10 او ب12 جنيه، فحلوة جدا هاتوا منها. وكمان الجلافز اللي شبه الكيس دي برضو مهمة جدا، بستعملها كتير لو بنضف خضار معين او لو بعمل اي حاجة تانية ومش حابة ان ايدي تتبهدل بستعملها، فحلوة جدا تستعملوها مرة وتترمى. برضو سعرها رخيص تقريبا، برضو الربع ب10 او ب12 جنيه زي الكياس. الستيكرز دي حلوة جدا برضو لو عايزين تكتبوا اي حاجة على البرطمانات وتسجلوها علشان الحاجات ما تتوهش منكم، حلوة وعملية. في النوع ده وفي النوع التاني الابيض، بس الابيض ده بيمسك اكتر شوية من التاني. كيس الحلواني برضو من الحاجات المهمة لو انتوا بتحبوا تعملوا بيه، بستعمله في بلح الشام او في لو بعمل بسكوت بكيس الحلواني، خليه معايا استعمالات وبيجي معاه كذا شكل زي ما انتوا شايفين كده، فحلو لو انتوا حابين تعملوا بيه هاتوه، لو مش غاويين ان انتوا تعملوا بيه حاجات فمش لازم. خليني اوريكم برضو الاشكال اللي بتيجي معاه لو حد حابب يشوفها. الشكل الرفيع ده بيبقى حلو في بلح الشام، وفي كمان الشكل التخين شوية ده، ودي اللي هي بيتربط بيها اي شكل، وفي الشكل المستطيل ده بعمل بيه ساعات بسكوت بيبقى حلو قوي، فده شكله لو حابين هاتوه. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتشتركوا في القناة. السبت ده من الحاجات اللي بحبها، كنت جايبة منهم 4 بلم فيهم اي رفايع في الدرج، وبينظموا شكل الدرج وما يخلوش الدنيا شكلها مكركب. نيجي بقى للحاجات اللي هنا، المضرب طبعا السيليكون والستانلس مفيش غنى عنهم، انا بحب جدا الاتنين. في كمان نوع تالت بلاستيك بس انا ما حبيتهوش وما جبتهوش، فلو هتختاروا ما بين التلاتة هاتوا السيليكون والستانلس. القطاعة بتاعت البيتزا برضو النوع ده حلو جدا وخامتها حلوة. في كمان الشاليمو دي مش عملية خالص، فمن الافضل يعني ان انتوا هاتوا الشاليمو اللي بتبقى كيس فيه عدد كبير، تستعملوها مرة وترموها، لكن التانية دي مش عملية. الاسباتولا طبعا مفيش غنى عنها، بحبها جدا في اي استعمالات. في كمان الفرش حلوة جدا، كنت جايبة الاتنين دول، الخشب والسيليكون. المعلقة بتاعت العسل حلوة برضو، في البلاستيك وفي الخشب بس انا حبيت البلاستيك اكتر. المعلقة دي كمان كنت جايباها بستعملها برضو ساعات للعسل. في كمان الفرشة الصغيرة لو بدهن حاجات على مساحة صغيرة بستعملها. المنظم بتاع التلاجة حلو جدا جدا وعملي، بيخلي شكل الحاجة في التلاجة حلو ومش مكركبة. هاتوا على الاقل منه 4. القوالب بتاعت الكب كيك حلوة برضو، لو بتحبوا تعملوا كب كيك هاتوها هتنفعكم. الملاحات برضو من الحاجات المهمة، هاتوا منها برضو على الاقل نوعين. خلوا معاكم دايما في المطبخ نوت بوك صغيرة وقلم، لو حبيتوا تكتبوا اي حاجة ما تحتسوش وتقعدوا تدوروا على ورقة وقلم. نيجي بقى لأطقم التوزيع، الطقم الخشب حلو جدا ولا غنى عنه، لازم على الاقل تجيبي واحد خشب. وكمان الطقم السيليكون مهم جدا برضو، انا جايبة واحد خشب وواحد سيليكون، والاتنين عمليين جدا وبستعملهم على طول. طقم التوزيع السيليكون بيجي معاه الحامل ده كده، بيتحطوا فيه بيبقى شكلهم شيك جدا، بحطهم على الرخامة. والطقم الخشب برضو كنت جايباه بالحامل بتاعه علشان برضو احطه على الرخامة يبقى كده شكله حلو. في حد بقى ممكن يقولي طب انتي مش جايبة طقم توزيع ستانلس؟ تعالوا بقى اقول لكم ليه.
انا من الناس اللي بحب جدا جدا شنطة المعالق، وبالنسبة لي مهمة جدا ولا غنى عنها. لكن في ناس بتشوف ان هي مش عملية وملهاش لازمة. هم بيشوفوا كده لان هم بيجيبوا شنطة المعالق ويحطوها في النيش او البوفيه وخلاص كده بينسوها. لكن انا جبت شنطة معالق 12 قطعة من كل حاجة، وحطيت منها في درج المطبخ للاستعمال بتاعي. انا حطيت 6 من كل حاجة. ده شكلها كده زي ما انتوا شايفين. دي كانت وجهة نظري ان انا هجيب شنطة المعالق وانا هستعملها، مش هجيبها علشان اركنها. وشلت الباقي في البوفيه لوقت لما بيجيلي ضيوف وبحتاج عدد اكبر، بطلع طبعا وبكمل عليها. في كمان المعالق الطويلة ديت حلوة قوي للبرطمانات، بتبقى سهلة في الاستعمال. هوريكم برضو باقي الحاجات اللي بتيجي معاها. بيجي معاها المغرفة الكبيرة دي، وكمان المغرفة الصغيرة دي بستعملها مثلا لما اكون عاملة فروت سلطات، او لو عايزة اخد اي حاجة احطها في الكاسات الصغيرة بستعملها، فعملية جدا وحلوة. وكمان الشوكة الكبيرة والسكينة لما اكون بقطع تورتة او اي حاجة حلوة جدا برضو. وكمان معاها دي بتاعة التورتة او الجاتو، برضو عملية جدا. وكل الحاجات اللي انا وريتها لكم دي بستعملها، مش ركناها خالص. علشان كده انا ما حبيتش اجيب طقم توزيع تالت ستانلس، اكتفيت بالاتنين اللي عندي، وبستعمل الحاجات اللي جايه مع شنطه المعالق. وده كمان معاها ماسك صغنن كده، حلو برضو للحاجات الصغيره. فانا من تجربتي لو انت نفسك في شنطه المعالق هاتيها واستعمليها، لكن لو هتجيبيها وتركنيها يبقى ما تجيبيهاش احسن. فبجد هاتوا الحاجه واستمتعوا بيها واستخدموها وافرحوا بحاجتكم، ما تجيبوش الحاجه وتركنوها. شنطة المعالق دي كان نوعها قرشة. طبعا الناس الكبيرة هتكون عارفة النوع ده كويس جدا، الستانلس بتاعه بجد نضيف وحلو جدا. بس للأسف انا بسمع ان هي سعرها بقى غالي جدا، فحاولوا تسألوا عليها، لو لقيتوا سعرها كويس هاتوها وما تترددوش ابدا. نيجي بعد كده للعلب دي بتاعت التخزين، حلوة جدا جدا وعملية. في منها حجمين، ده الحجم الكبير بحط فيها رز او دقيق، وده المعيار اللي قلتلكم عليه اللي حطاه في الرز. وده كمان الحجم الصغير بتاعها. انا جايبة تقريبا 4 من الصغير و2 أو 3 من الكبار. فبجد حلوين جدا جدا وعمليين، وبتشيل حاجات كتير جدا. الميزان كمان من الحاجات المهمة، مش بستغنى عنها ابدا. الميزان ده كنت جايباه اول الجواز، كان حوالي تقريبا سعره 60 جنيه، اعتقد دلوقتي سعره عدى 100. بس بجد حلو جدا جدا ونوعه كمان كويس. نيجي بعد كده للكاتنج بورد، مهم جدا يكون عندك اتنين، واحدة للحوم والفراخ وواحدة تانية للخضار. ما ينفعش نستعمل حاجة واحدة لكل الحاجة، خلي لازم واحدة مخصصة للخضار وواحدة تانية للحوم. وكمان دول حلوين قوي، بطلع عليهم البيتزا. وممكن تستعملوهم برضو كاتنج بورد زي ما انتوا عايزين، ينفعوا كده وينفعوا كده، بس انا حبيتهم اكتر للبيتزا. الجلافز ده حلو برضو للمواعين. علب التلاجة كمان من الحاجات المهمة جدا، لازم تجيبي كذا طقم على الأقل 4، وحاولوا تنوعوا فيهم، يعني مربع مدور مستطيل، نوعوا في الشكل علشان هتحتاجوا كذا حاجة منهم، واستعمالاتهم كتير جدا، هتلاقوا نفسكم بتسحبوا منهم على طول وتستعملوهم. الصينية الفيونكة بتاعت التسالي دي حلوة قوي، وبيكون شكلها جميل لما بتحطوا فيها التسالي، عملية وجميلة، هاتوها. وكمان فوط المطبخ مهمة جدا، لازم تجيبوا شوية فوط كده حلوين كلهم بتستعملوهم. وكمان القطيفة دي بتبقى حلوة قوي، بلمع بيها المعالق، بتدي فيها لمعة حلوة. وكمان ما تنسوش مريالة المطبخ برضو مهمة جدا. المصفتين دول كمان حلوين جدا وعمليين. الكبيرة دي بستعملها بطلع عليها البطاطس او اي حاجة بتتقلى، وبسيبها تصفي الزيت احسن كتير جدا من ان انتوا تطلعوا البطاطس او اي حاجة تتقلى على مناديل. والمصفى التانية الصغيرة دي مخلياها للعصاير، بصفي بيها اي عصير، ودي مش بستعملها في اي حاجة تانية. هوريكم برضو كده كام حاجة من البلاستيكات عمليين جدا، لو لقيتهم قدامكم هاتوها. المصفى دي حلوة قوي، بصفي فيها اي حاجة، بستعملها بجانب المصفى الستانلس. البولة دي كمان حلوة جدا وعملية، بيكون فيها فتحات كده من قدام، اي حاجة محتاجة تتنقع في المية بتحطوها فيها، وبيبقى سهل جدا ان انتوا تفضوا منها المية من غير ما تقع. البولة دي برضو حلوة قوي، هي بولة ومعاها مصفى، حلوة جدا وعملية، ممكن تغسلوا فيها الفاكهة او الخضار او اي حاجة وتسيبوها تتصفى، بتبقى كويسة جدا.
عندي واحدة تانية برضو نفس الفكرة، بس دي معاها غطا، برضو البولة والمصفى، بس دي بتختلف عن التانية ان هي معاها غطا. فقدامكم الاتنين اللي تلاقوها فيهم هاتوها، الاتنين حلوين وعمليين. الحاجة اللي تعجبكم خدوا منها سكرين شوت علشان ترجعوا تلاقوها تاني بسهولة وانتوا بتشتروا. البولات برضو من الحاجات المهمة جدا. هاتي عدد يعني كويس، بس ما تكتروش قوي، كل حاجة في المعقول بتبقى حلوة. المهم ان انتوا تنوعوا في الاحجام بتاعتها. الدرق المعياري من الحاجات المهمة جدا برضو والعملية، في منه البلاستيك وفي الازاز، اللي تحبوه اكتر هاتوه. الباسكت ده بقى اللي بيتحط في ضرفة المطبخ، مش بستغنى عنه بجد، حلو جدا جدا. لو لقيتوه قدامكم هاتوه على طول، وانتوا بتقطعوا الخضار او اي حاجة على الرخامة بيكون سهل جدا تفضوا فيه على طول. البخاخ ده كمان حلو قوي، بستعمله على طول، بحط فيه حاجات كده وبمسح بيها الرخامة كل يوم، بتبقى حلوة قوي وعملية. المبشرة الصغيرة بتاعت جوزة الطيب وبتاعت التوم حلوة قوي برضو. هاتي كمان لفة من الفويل، بنستعمله على طول ومهم جدا، ده بتاع الاكل، اتأكدوا ان هو بتاع الاكل مش بتاع البوتاجاز. وكمان الاسترتش راب هاتوا برضو منه واحدة، مش بستغنى عنه برضو، بستعمله على طول. جربت كذا نوع، النوع ده بجد حلو جدا وبيمسك كويس لما بقفل بيه اي حاجة. المبشرة بتاعة البصل برضو مهمة جدا، لازم نجيب على الاقل واحدة، حتى لو عندنا كبة برضو اكيد هنحتاجها ونستعملها. مهم كمان يكون عندك فرشة سنان مخصصة للمطبخ، لو حبيتي تنضفي اي حاجة رفيعة بتنفع جدا. واخر حاجة هقول لكم عليها دي حلوة جدا جدا، بستعملها وانا بطلع اي حاجة من الزيت، بجد حلوة جدا وعملية وبتخلي الحاجة ما تشربش زيت. حاولت اجمع لكم اكبر قدر من الحاجات العملية اللي مش بستغنى عنها ابدا، وبرضو الحاجات اللي ندمت اني جبتها. لو عندكم استفسار عن اي حاجة سيبولي كومنت وهرد عليكم على طول. وكمان هكمل لكم سلسلة الفيديوهات دي بحاجات تانية كمان استعملتها، وايه اللي طلع كويس وايه اللي طلع مش كويس. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.